يا جماعه الناس المسؤوله في نادي الزمالك العالمي ممكن تطلع لنا صوره يوم 12 مارس انت واي مخلوق اتكلم على امضه زيزو يوم 12 مارس وربنا ما هطلع في الاعلام تاني. يعني لو جبت لنا اثبات إيه؟ لو جبت لنا اثبات ان زيزو مضى يوم 12 مارس بالتاريخ بالصوره والله ما هطلع في الاعلام تاني. انتوا كدابين. انا على فكره مش مع... انا مش مع زيزو، انا مع نادي الزمالك وكيان. ما احنا انه يلبس شيرت الاهلي انا مش ما اعرفوش. بعد اذنك استنى يا كابتن قلت لك دي ايوه ما تقولش كدابين. طيب يا اخي عايز حاجه؟ قول لهم انتوا ما بتقولوش. لا انت يا كابتن لا يا كابتن اسمع انت بتظن معايا. لا والله بتظن معايا بجد. لا اظبط الالفاظ عشان ايه هي الالفاظ؟ ما بيقولوش الصدق بس ايه. انا قلت نفس قلت كدابين ودي يعاقب طبعا مفيش قانون يا عم قول بقى. لا انت بص يا كابتن عايز تودي انت تودي حاجه ثانيه دي بتاعتك انت. فين الشيكات؟ انا هقولها ثانيه يا كابتن. وفين الشيكات؟ انتوا مش قلتوا انت اخر واحد تتكلم. بص مش قلتوا انا معايا؟ مش في ناس في النادي قالت لك انا معايا وممكن اجيب اي لعيب من هو الاهلي؟ بيتكلم على والاستاذ حسين لبيب. بص يا نجم الاستاذ حسين لبيب. كابتن ما تذكرش اسامي. اسكت يا اسامي كابتن. لا اسكت يا اسامي. لا انا هذكر اسماء كابتن. انا كل الالتهابات اللي عندكم دي عدم لا مؤاخذه، ولسه الاهلي ما اعلنش رسميا عن انضمام زيزو. ده لما الاهلي يعلن عن الصفقه الناس دي جالها انفجار في البواسير. على الرايق عشان اغصاننا تتضايق. ايه رايكم تاخدوا محمد شريف؟ فطبعا ميدو وكابتن حازم واعضاء لجنه التخطيط مرحبين. محمد شريف لعيب كويس، ايه المشكله؟ نشوف. لسه ما حصلش ولا اتصال ولا اتفاق. فوجئ نادي الزمالك ان الخبر انتشر في مصر كلها وعلى كل السوشيال ميديا، بل كمان الصحفيين الاهلاويه. حاجه غريبه جدا. هو لسه ما فيش حاجه خلصت، لسه ما فيش اتفاقات اساسا. ده المفروض كمان يكون في زوم وان هم يعملوا زوم وكده. ما فيش حاجه حصلت. طب ايه اللي بينتشر؟ تخميناتي والله اعلم ان الكابتن سيد وكيل اعمال محمد شريف بلغ ناس كتير ان الزمالك خلاص بيخلص. ده هيستفيد منه ايه كابتن سيد او كابتن محمد شريف؟ ان الاهلي يسخن. فالاهلي ما يسخن يقول يا نهار ابيض، تفتكروا محمد شريف يكون رد على صفقه زيزو؟ طب ما تيجي ناخد محمد شريف ونرجعه، ده ابننا وواحد كسر الدنيا معانا. اي نعم هو هيرجع مش هيلعب اساسي عشان الزمالك ما ياخدوش. يا ابن اللئيمه انت بتأمن نفسك. ضمنا محمد شريف اهو اللي عرض علينا، ما ضمناهوش اهو الاهلي. يا ريت تاخدوه عليه كارينيت فيدو طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح ومارسيل كولر هديه، بيبقوا باكج مع بعضيهم. لا تتكلم على مبادئ الاهلي ولا تناقش هذا الامر، لان فاقد الشيء لا يعطيه. والدليل انا مش بشتمك على فكره ولا بتقول عليك. التناقض اللي انت قلته دلوقتي، انت قلت شريفه ووسائل مش شريفه وشغل مش شريف وتكتم ومش عارف ايه وكنت انا اتفرجت على بقيه الحلقه. لو احنا كنا ركزنا معاك الحلقه كلها وقطعنا كلامك الناس كانت هتشوف وجهك الحقيقي يا عمرو، اللي انت متستر احيانا في قالب من الفكاهه عشان تعديها. لكن انت لما بتتضايق بتطلع طبيعتك تسب النادي الاهلي، تسب زيزو، تسب وتناقض كل ما امنت به سابقا اذا كنت مؤمنا به، وتسأل المبادئ. هي مش من ضمن المبادئ برضه يا استاذ عمرو انك لما تبقى مقتنع بحاجه تتمسك بيها؟ يا استاذ عدلي لا تعاتب الزملكاوي ولا تلومه، ده عامل زي البقعه، لا تطلع باريال ولا تطلع بقوم.